اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسرور على احلى متابعين في الدنيا كلها. الجو تلج 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 زي ما انتم شايفين هنا بقى من ايه. بصور معاكم روتين يوم الجمعة. تقولي انت داخلة علينا كده حامية كده بالبخور مرة واحدة. قلت والله اللقطة دي ما تعدل لما اخواتي وحبايبي يشوفوها. اول حاجة صحيت من النوم. روقنا وخلصنا وبعد كده دخلت بخرت وبعد كده ايه جهزنا الفطار. فزي ما انتوا شايفين بقى كده ايه البخور ما شاء الله كان جميل جدا جدا، والريحة بقى كده تبقى طيبة وجميلة ومفيش كلام. دخلنا على الحاجات اللي توجع البطن. الزيت بقى، ازازة الزيت كنت جايباها ب165 جنيه. قربت تخلص، بعد اجيب واحدة لقيتها ب210. فربنا يرحمنا برحمته من الاسعار ومن الغلا اللي احنا فيه. بجد بجد ربنا يرحمنا برحمته. فعندي شوية زيت هرميهم، لا طبعا ما نرميهمش، لم النعمة تلمك. خدتهم صفتهم، وانا والله العظيم ما كنتش بعمل كده اصلا. انا خلاص الزيت ما بقاش نزيف بروح رمياه. دي هنا سمنة بوريها لكم انا مسيحاها ولسه ما فضيتهاش من الحلة. والله جميلة جدا جدا ما شاء الله. هي مش بلدي. بس اللي بتبيعها الست برضو بتاع الجبنة والبيض وكلام من ده. بتبيعها ب100 جنيه. خدتها منها جميلة جدا جدا الصراحة، جربتها لقيتها حلوة قوي. ومطلعة مرطة برضو زي البلدي وكده، بس اكيد مش هيبقى نفس الطعم. بس السمنة نفسها لا بجد والله طعمها حلو. فقلت مش مشكلة، يعني احنا ايه بنحاول على قد ما نقدر نمشي على حسب الجو اللي احنا فيه. يعني ندورش هتلاقي ديت احسن من مثلا كريستال، من روابي، من الحاجات اللي هي ايه سمنة هولندي. برضه هتقولي يعني دي بلدي، هقولك مش بلدي. بس اللي هي خير الامور، ولا كده ولا كده، والسعر على قد الايد. صراحة سمنة جميلة جدا جدا وعجبتني. ومش كل الناس بتبيعها لان في منها المغشوش وفي اللي لأ. يلا نقول بقى بسم الله ونشوف هنعمل اكل ايه. هنعمل اكل ايه النهارده؟ هنعمل فول بقوطه وهنعمل طعميه يعني ايه اكل من البيت. بعد جبت العجه بس وكده واعمله. بس حطيت معلقه من السمنه ونزلت عليها بمعلقه توم، وبعد كده ايه قطعت الطماطم مكعبات وعملتها. هتقولي طب انت ليه ما بتعصريش الطماطم؟ هقولك لا، انا اتعودت عليها كده من بيت ايه، من بيت بابا. اتربيت على كده ان انا اعمل الفول بقوطه طماطم متقطعه، مش مفرومه، مش مبشوره، لا. خدنا عليها كده واخدت على ولادي كده برضو. بس زي ما انتوا شايفين بقى ايه كده خلص الفول خلاص. اسيبه بقى ياخد غلوة تاني. ونعمل بقى ايه، نعمل عجاية بيض، عجاية طعمية، سامحوني. بس بنتي قالت لي انا نفسي اكل عجاية من اللي كنا بناكلها عند تيتا. ليه بقى؟ لما بروح ابات عند امي يعني كل فترة يعني، او كل مناسبة او حاجة، لازم نصحى من النوم نلاقيها جايبه لنا الفطار ده، الفول بقى والعجايه البيض والحاجات دي كلها. فانا قلت لها طب خلاص، طب انا هعملها لكم هنا. قالت لي طب بعت ابني ربنا يبارك فيه يا رب وفي عمره، جاب لنا العجايه العجينه بتاعت الطعميه من المطعم، ورحت انا عاملاها بالبيض بقى. وده العيش اهو بوريلكم، بقول لكم انا بليته يعني عشان انا عاملاه عيش بتاع ده، وتقولوا معايا بنسى اسمه، عيش ملدن. فببله قبل ما ابدا الاكل على بال ما اخلص الاكل يكون هو بقى طري وحلو. وادي هنا العجايه اهو عملناها، ونسيبها بقى تكمل سوا، وهعمل كام قرص كده في النهايه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الفران بطلت تبيع عيش حر. ما ينفعش دلوقتي تشتري من قلب الفرن البلدي عيش حر. فانا بعمل مثلا ايه بتاع 5 كيلو عيش بيتي عند ست يعني كده بتعمله بتبيعه، بشتريه منها. بس عشان ما يبص مني فبعمله شقق اللي هو الملدن، وببله. يعني كل اكله نبل على حسب ما هناكل. بس بيبقى جميل جدا جدا الصراحه، وصراحه بيوفر معايا. ولا مثلا حد جاع بالليل يجي ياكل ما يلاقيش اكل، ولا نتزنق في عيش ولا اي حاجه. بس ادي الفول اهو بنغرفه مع بعض. وعملت معاكم زي ما انتم شايفين قطعت طماطم وعملت كده عليها حته جبنه قديمه. بس وادي خلصنا الفطار بتاعنا، ولسه بقى نفطر ونشوف الغدا ايه كمان. اللي وصل معانا لحد هنا يا حبايب قلبي ما ينساش لايك وشير فضلا ليس امرا. واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد معانا.
انتظروا بقى اللي جاي مفاجآت من العيار التقيل، انتظرونا في اللي جاي. هنا كان جايب معاه قرصين طعمية محشيين، انا قلت له كده بحبها انا المحشية قوي، فقلت له هات ب5 جنيه عجينة وقرصين 2 محشيين، فكانوا بردوا سخنتهم يعني. وادي الصوابع دي انا اللي عاملاها زي ما انتوا شايفين. وادي خلصنا الفطار، وكان جايب ب5 جنيه بتنجان. يعني بصوا الاكل دلوقتي الفطار بس عشان تكلفيه، او حتى لو وفرتي مش هتعرفي توفري اقل من 50 جنيه فطار. يعني ب10 فول زي ما انتوا شايفين، وب5 بتنجان ادي 15، وب5 عجينة ادي 20، وب5 مسقعة 25. والطماطم كانت عندي. يعني بصوا على بال ما تحسبوا لها برضو هتلاقوها هي. وبالتين ب10 جنيه، البيضة بقت ب6 كمان مش ب5، 35 جنيه. وان حسبت لها هتلاقي زياد من كده برضو. ربنا يرحمنا برحمته يا رب، ويعدي اللي احنا فيه ده على خير، لان ده كرب شديد قوي على العالم كله. ربنا يا رب يفك كربنا وكربكم ويعديها على خير من اللي احنا فيه، ويرحمنا عشان لو ربنا ما رحمناش يبقى يولنا ويعذبنا منه. هنا وانا كنت مسيحه السمنه اخدت منها حته كده، وقلت ايه اللي عايز يغمز منها كده. بس يا حبايب قلبي، اتمنى يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، وحبيت بس اعيشكم يوم من اجواء يوم الجمعه، مش اكتر من كده، تعيشوها معايا وتقولوا لي رايكم ايه. الوقت بتاع المبخره عدى بسرعه بس معلش. حبيت اوريكم بس ايه اليوم اللي انا بعيشه. لسه هنعيش الغدا مع بعضينا، انتظرونا ان شاء الله نخلص الفطار ونشوف اللي ورانا ونبدا في الغدا على طول بامر الله. بس يا حبايب قلبي كده اشوفكم على خير ان شاء الله بامر الله في فيديو جديد. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم والتقديم يعجبكم. لايك وشير فضلا ليس امرا، واشوفكم على خير بمشيئة الرحمن. يلا يا حبيبي، مع الف سلامة.